السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. طبعا هنعمل مع بعض كده حاجة سريعة جدا. هنعمل مع بعض خيار مخلل. طبعا انا قلت لكم يا جماعة احنا مش عايزين نشتري اي حاجة من بره، اي حاجة هنقدر نعملها في البيت نعملها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وما نصعبش الامور على نفسنا، ونعملها من غير اي اختراعات ولا اي افتكاسات. ليه؟ عشان كل حاجه تبقى متاحه وعلى قد ايدينا. هنعمل مع بعض الخيار المخلل. هنبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا انا معايا دول 2 كيلو من الخيار، غسلهم كويس جدا جدا جدا. تمام. وحطاهم في مصفى كده وكنت مظبطاهم وغسلاهم ومفيش اي حاجه. انت بقى كميتك على حسب استهلاكك. عايزه تزودي ضعفي الخيار ضعفي. انت بتعملي 2 كيلو 2 كيلو عشان الخيار ده هيتاكل بسرعه، فبالنسبه لك انت قبل اول ما يخلص هتعملي غيره، فاهماني؟ فمفيش اي مشكله. انا عملت هنا 2 كيلو من الخيار. اول حاجه بعد ما غسلته انا هشيل الجنب من هنا والجنب من هنا، ولا هشقه ولا هعمل فيه اي حاجه. مجرد ان انت تشيلي الجنب ده والجنب ده، هو ده بس اللي تعملي فيه. تمام لغايه كده تمام. انا بقول لكم كده علشان يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان المخلل والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت والله والله وحشه جدا، ودايما بتلاقوا فيها حاجات مش كويسه وغير امنه على اطفالنا. انتوا ما تعرفوش ايه الاضافات اللي بيضيفوها. تمام. تمام. بصوا انا هنا بعد ما عملت الخيار ال2 كيلو اللي معايا، شلت الجنب ده وشلت الجنب دوت. معايا هنا بقى ايه؟ معايا نص كوبايه خل زي ما احنا شايفين. معايا هنا ليمونتين، ومعايا معلقه توم كبيره مفروم. ما عندكيش انا لو ما عندكيش فصوص توم ممكن تحطي توم مفروم. ما توقفيش نفسك على اي حاجه زي ما انا قلتلك. ومعايا هنا يعني لتر الا ربع ميه على 2 كيلو. لتر الا ربع ميه. هما مش هياخدوا اكتر من كده عشان تبقوا عارفين. تمام تمام. موضوع التوم المفروم دوت يعني مفيش مشكله، ده بديل لفصوص التوم. لو انتي عايزه تحطي فصوص توم حطي. انا ما كانش متاح عندي، رحت جبت حطيت توم مفروم. ما توقفيش نفسك على اي حاجه، استخدمي كل حاجتك من بيتك يا جماعه. بعدين هنا ال2 كيلو عليهم 7 معالق ملح. اعرفوا المقادير عشان تمشوا بيها مظبوط. ال2 كيلو عليهم 7 معالق ملح. تمام تمام. انا اهو بحط قدامكم اهو 7 معالق ملح زي ما احنا شايفين. ال2 كيلو عليهم 7 معالق ملح ومعلقتين سكر. لازم تحطي سكر يا جماعه عشان احنا عارفين السكر هو بديل الماده الحافظه بتاعت اللي هم بيحطوها بره للمخللات الجاهزه. تمام. زي ما احنا شايفين كده 7 معالق ملح ومعلقتين سكر عشان نبقى عارفين المقادير صح. لو ضعفتي الكميه انت بقى زودي الملح. وفي نقطه هنا، لو انت حابه تعملي هريسه شطه عليها حطي، مفيش اي مشكله. لو عندك اطفال استغني عن الخطوه دي. انا عشان عندي طفله طبعا وبتشوف قدامها اي حاجه جديده عايز تاكل منها ما بحطش هريسه شطه. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نزلت بالثوم المفروم اللي معايا، وبعدين هنزل بالليمون هعصره، ونزلت بالخل. يعني 7 معالق ملح، معلقتين سكر، توم مفروم، نص كوبايه خل، الليمون اللي معايا. وادوب كل المقادير دي كده كويس. لازم بقى تتاكدي ان هي دابت خالص علشان لما تنزلي بالخليط دوت على الخيار بتاعك يبقى ما فيهوش اي رواسب. زي ما احنا شايفين كده دوبي كل المقادير مع بعض. تمام. بصوا انا بعمل كل حاجه قدامكم، مش عايزه ابطئ اي حاجه عشان تبقوا شايفين، مش عايزه اسرع اي حاجه عشان تبقوا شايفين كل حاجه بعينيكم. تمام. بصوا انا بعد ما خلصت كده جيبي بقى ايه البرطمان. اي برطمان بقى انت بتحبي تعملي فيه المخلل بتاعك. زي ما قلت لكم ما تزودوش الكميه لان الخيار يعني بيستوي بسرعه وهتاكليه على طول. انت تقدري بقى تجددي، يعني تخلصي وتعملي تاني، خلصي مخللك واعملي تاني. طبعا نوعي في المخللات، مره خيار مره بتنجان مخلل. وفي دلوقتي ان شاء الله هنعمله مع بعض اللفت، وكل حاجه ان شاء الله هنعملها مع بعض في البيت. انا هي حطيت الخيار بتاعي كله زي ما احنا شايفين كده، وهنزل عليه بالخليط بتاعي دوت. هغطيه كله كده ايه من فوق. مفيش اي مشكله ولا اي افتكاسات. ايه اللي يخلينا نروح نشتري من بره بقى ونلاقي الميه واقع فيها حاجات مش كويسه، ونلاقي الخيار طعمه طري ومش حلو؟ عايزه اقول لكم الخيار ده بيطلع مقرمش جدا لغايه اخر واحده. الخيار ده بيطلع معاكي مقرمش، ولا بيعمل طبقه من فوق ولا اي حاجه. بصوا انا حطيت الخيار في البرطمان ونزلت عليهم بالخليط زي ما احنا شايفين، وحطيت قشر الليمون من فوق. مفيش اي افتكاسات ولا اي حاجه.
يبقى ال2 كيلو خيار يا جماعه زي ما قلنا عليهم 7 معالق ملح، معلقتين من السكر، نص كوبايه خل، معلقه توم مفروم كبيره. لو ما عندكيش فصوص توم، عندك فصوص توم تقدري تحطي، مفيش مشكله، ما توقفيش نفسك على حاجه. ومعلقتين السكر، تقدري تحطي هريسه شطه لو انت عايزه. هريسه الشطه دي ممكن تحطيها على اي حاجه وممكن تستغني عنها، يعني دي حاجه اختياري. بصوا ال2 كيلو خيار عملوا لي البرطمانات اللي انتوا شايفينها دي، حاجه كده نظيفه ومضمونه وعارفين مصدرها ايه. ما نبقوش جايبين الحاجه كده واحنا شاكين ناكلها لاطفالنا، لازم كل حاجه نبقى عارفين مصدرها علشان صحتنا وصحه ولادنا. زي ما انا قلت لكم كده، الحاجه اللي ربنا يقدركم عليها وتقدروا تعملوها في البيت اعملوها، اوعوا تكسلوا. تمام. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، ودايما اكون عند حسن ظنكم واقدر افيدكم ولو بمعلومه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لقناه دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.